أول ما تسمع كلمة كولونيا تحس إنك شميت الماضي، ريحة طفولتك، لمة العيلة، أو يمكن لحظة وجع قديم لسه عايشة جواك. فيلم كولونيا بطولة أحمد مالك هو مش مجرد قصة، لكن مراية بتورينا وجع الناس اللي اتربت على جرح من الأهل وساكتين عليه من غير ما يلاقوا طريقة يعبروا بيها. الفيلم لمس حتة فينا كلنا، كل واحد فينا عنده أب أو أم سابوا أثر، يمكن وجع، يمكن حرمان، يمكن قسوة، مش شرط يكون حب وحنان. ساعات بنعيش عمرنا كله بنحاول نفهم ليه عملوا كده، ليه وجعونا وهم المفروض يكونوا مصدر الأمان. لكن السؤال الأهم مش ليه، هتعمل إيه لو ربنا اداك فرصة تقعد معاهم ليلة واحدة؟ أهلك اللي وجعوك. أول خطوة علشان تتشافى إنك تعترف بالألم، لكن ما ينفعش تفضل أسير ليه. إنك تتشافى مش معناه إنك تنسى أو تزوق الحقيقة، لكن إنك ما تسيبش الوجع يسوق كل حياتك. إنك تتقبل ده مش ضعف، دي قوة. أنا شايف اللي بيحصل، أنا فاهمه، ومش هسيب نفسي أعيش سجين ليه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ربنا ما قالش لو أحسنوا ليكم أحسنوا ليهم، قال إحسان مطلق. وده مش علشان هم كاملين، لكن لأن البر مش رد فعل، البر اختبار نضج، اختبار روح. دورك كابن أو بنت إنك تعمل اللي عليك، مش لأنهم يستحقوا، لكن لأن ده أمر ربنا اللي فيه صلاحك وصلاح المجتمع كله، ولأنك عايز تكون إنسان خفيف ما يشيلش أوجاع قديمة على ظهره. التقبل مش معناه إنك توافق على اللي حصل، لكن إنك تبطل تقاوم الماضي. اللي حصل حصل خلاص، بس أنت تقدر تختار تكمل منين. الأب أو الأم اللي غلطوا هم بشر، ممكن ما عرفوش يحبوا نفسهم أصلا، فما قدروش يحبوك بالطريقة الصح. يمكن ما قدروش يتحملوا مسؤولية إن هم يتعافوا فصدروا وجعهم ليك. ده وقتك إنك تتعلم الدرس وتخرج بره الماضي وتركز في الحاضر، تكون الأب أو الأم اللي كنت محتاجهم لنفسك. الحنان اللي تمنيته خليه منك ليك. خد التجربة دي كمدرسة حياة. ربنا ما خلقناش علشان يوجعنا، احنا بنتعلم. اتعلم من التجربة دي حدودك وقيمك، اتعلم ازاي ما تكررش نفس الجرح مع أولادك. قول لنفسك أنا مش نسخة من اللي وجعني، أنا امتداد لرحلة ربنا كتبها لي علشان أتعلم منها وأكبر. يمكن اللي انت شايفه أب وأم قاسيين كانوا في يوم أطفال موجوعين، محدش علمهم يحبوا صح. تقبل مش علشانهم، تقبل علشانك انت، علشان تعيش خفيف وتكمل حياتك بقلب سليم. اسم الفيلم كان كولونيا، بس ريحته الحقيقية كانت ريحة الذكريات اللي محتاجة غفران. يمكن ما نعرفش نغير الماضي، بس نقدر نغير الطريقة اللي بنشيله بيها. افتكر دايما التقبل مش نسيان، التقبل نضج ووعي وبداية لحياة جديدة بإذن الله.